السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل أعضاء الجروب اللي شرفونا واللي لسه هيشرفونا بإذن الله. اليوم مع موقع رائع، موقع جميل جدا لربح البيتكوين، يعتبر من أفضل المواقع اللي رأيتها على الإطلاق بأمان. موقع فري بيتكوين. هنعرف إزاي تسجل بكل بساطة في الموقع، هنعرف إزاي تدخل الموقع وتشوف واجهة الموقع وتعرف كل شيء موجود بالموقع. هنبدأ على بركة الله بعملية التسجيل. زي ما انتم شايفين كده، اول ما رابط التسجيل هتلاقوه موجود اسفل الفيديو. اول ما تضغط على رابط التسجيل اللي موجود اسفل الفيديو هتفتح لك صفحة بالواجهة اللي انت شايفها دي. هطلع في اول حاجة هنا الايميل ادرس بتاعك، تحط الايميل ادرس. نركز مع بعض بقى يا جماعة. الف... تمام زي ما انتم شايفين، ويا ريت تتأكد ان كل حرف انت كاتبه في الايميل ادرس بتاعك صح مظبوط. تمام. بعد كده هتحط الباسورد، ويا ريت نختار يا جماعه باسورد قوي شويه، مش مثلا اي وقت زي الناس اللي بتعمل لك تقوم حاطه لك باسورد من 1 ل9 ولا 5 6 ارقام والكلام ده. لا، اختار باسورد قوي. هنا البيتكوين ادرس ده اللي هو عنوان الادرس بتاعك الموجود في المحفظه. تمام. وبقى اللي انت بالشكل اللي انت شايفه ده مثلا البيتكوين ادرس بتاع المحفظه بتاعتي. ده بالنسبه لليور ريفير، ده بالنسبه للشخص اللي انت بتسجل تحته. تمام. بعد كده هتضغط على رمز الكابتشا اي ام نوت روبوت. هنا بيقول لي اختار الصور ويز ريفرز اللي فيها انهار، وتضغط على فيريفاي، وبعد كده تضغط على كلمه ساين اب. تمام. بس كده انت دلوقتي سجلت بالموقع. هنشرح الموقع واحدة واحدة وخطوة خطوة. زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا فوق حوالي اداة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ايقونات فوق. هنشرح كل ايقونة واحدة واحدة. تمام زي ما انتم شايفين كده. بالنسبة للفري بي تي سي اللي هو فري بيتكوين، ده اللي انت بتكسب منه الايه، الساتوشيات اللي الموقع بيديها لك. زي ما انتم شايفين هنا كده مثلا دي خطة الموقع. خطة الموقع بقى انا مثلا الموقع بيديلك عملية رول كده هنشرحها الوقت. تمام. الرول ده هو عبارة عن ايقونة كده بتضغط عليها، عاملة زي العداد كده، بتعد رقم. الرقم ده بيبقى على حسب الارقام، بيبقى من صفر زي ما انتم شايفين اول رقم ل10,000. الرقم اللي انت بتجيبه ده بيقابله عدد من السطشات زي ما انتم شايفين. يعني لو الرقم بتاع الرول اللي انا بعد ما ضغطت على الرول واداني رقم، لو طلع الرقم ده من صفر ل 9885 هاخد قصاده كام؟ 918 بي تي سي بيتكوين. تمام. طب لو طلع الرقم اللي طلع لي في الحظ بتاعه او بعد ما ضغطت على الرول من 9886 ل 9985 طلع رقم ما بين الرقمين دول، هاخد كام؟ 4588 بي تي سي وهكذا. تمام زي ما انتم شايفين. طبعا هنا هتيجي على كلمه بلاي ساوند وين تايمر رانس اوت، تعلم عليها، بحيث ان لان احنا عارفين ان اللي احنا الموقع هنا بيديلك محاوله كل ساعه. تمام. فطبعا انت بس بتضغط هنا عشان يديلك ايه، نظام جرس كده ان يعرفك ان الساعه خلصت. تمام. يعني لو انت فاتح اللاب قدامك وعايز مثلا تعرف ان الساعه انقرضت من غير ما تقعد تبص كل شويه على الموقع، انت بتعلم على هنا بحيث ان هو يديك ايه، جرس صغير كده تبين لك ان الموقع ان انت الوقت الساعه خلصت، ويتاح لك ايه، دوره اخرى. طبعا هي الوقت مش متاح، هشرحها لكم ان شاء الله في فيديو تاني مفيش مشكله. هنا بالنسبه للمالتي بلاي بي تي سي ده، وهي يعني شايف ان هي حرام، بالاضافه لذلك ان نادر اول ما تربح منها، اللي هي ايه، انت هنا نركز معايا في الحته دي معلش، لان غالبا مش هتلاقي حد شرح الحته دي يعني في اي موقع تاني. هنا بتلاقي ايه، بيقول لك ان تو وين بيتكوين هاي اند جيت نمبر هاير ذان 5250 اور بيت لو اند جيت نمبر لور ذان 4750. ايه معنى الكلام اللي موجود ده؟ معناه ان انا لو ضغطت على كلمه بيت هاي، طبعا انا لسه الوقت رصيدي في البالانس بتاع زيرو، فاني لو معايا مثلا رصيد في البالانس بتاعي
وضغطت على كلمة بيت هاي، وطلع لي الرقم اللي موجود هنا ده في الكام، في الخمس خانات اللي انتم شايفينهم دول اكبر من 5250، هتحتسب لي النقطة. والنقطة دي انا بحددها من هنا. تمام، يعني مثلا انا بحدد ان اللفة الواحدة ريت اماونت بكام؟ بواحد ساتوشي. طب انا عايز مثلا ازودها، اخليها مثلا 2. طبعا انا زي ما انتم عارفين هي الموقع يعني معايا 0 في البالانس، انا مثلا احط 2، احط 4، احط 6، احط 100، اللي انت عايزه، حط الرقم اللي انت عايزه. لكن وبتضغط هنا، ان طلع الرقم انت ضاغط على ايه؟ على بيت هاي. يعني ايه؟ يعني لو جه الرقم اكبر من 5250 هنا هكسب القيمه اللي انا حطيتها هنا. تمام. طب لو افرض الرقم بتاعي طلع اقل من الرقم ده، لا يبقى انت كده في خساره، يبقى الرقم اللي انت حطيته هنا اهو هيتخصم من البالانس بتاعك اللي موجود هنا. تمام. طيب برضو العكس، لو انا ضغطت على بيت لو طلع لي لو انا ضغطت على بيت لو ابص على الرقم ده، لو الرقم ده طلع اقل من 4750 ده معناه انني فزت، وان القيمه اللي انا حطيتها هنا هتضاف لي على البالانس. طب لو طلع اكبر من 4750 يبقى في خساره وهيتخصم مني القيمه اللي انا حطيتها هنا. تمام كده، ركزنا في الحته دي. لكن بيستحسن الايه اللي ابتعد عنها، لان غالبا انا جربتها، اولا هي حرام، ثانيا فيها خساره، يعني نادر 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 قوي قوي لما تكسب منها. وفي ثانيه ممكن تشطب لك رصيدك خالص، تيجي تبص في البالانس بتاعك تلاقي مثلا 20000 30000 ساتوشي، من لفتين 3 ممكن الدنيا تاخدك تلاقيك ضيعتهم في الفاضي. تمام كده. طب بالنسبه للوتري، اللوتري دي عباره عن زي تيكت كده، نظام تيكت. الموقع بيعمل ايه؟ بيعمل نظام جوائز حظ كده، يعني مثلا كل اسبوع بيختار 10 تلقائي من الاعضاء بتوعه، وال10 الفايزين بياخدوا الايه اللي انتوا شايفينه ده. يعني صاحب المركز الاول بياخد كام؟ بياخد 19 من 100 بيتكوين. تمام، اللي هو طيب التاني بياخد 9 من 100 بيتكوين. طيب التالت زي ما انتم شايفين كل واحد بياخد الرقم اللي انتم شايفينه ده. تمام، ده طبعا كده كده طب بالنسبه للتيكت، يعني هنا لو انت مثلا بصيت، انا هنا النمبر اوف تيكتس بتاعي 0. طبعا ليه؟ هنا الموقع كل ما بتضغط على الرول مره، يعني كل ما تضغط كل ساعه مثلا وتكسب رصيد في البالانس، الموقع بيديك ايه؟ الموقع بيديك 2 تيكت في النمبر اوف تيكتس هنا. لكن انا ممكن اشتريه. تمام، ان انا بضغط عدد مثلا التيكت اللي موجوده هنا، بيشوف لو بصوا معايا كده وركزوا، انا اول ما بحط النمبر اوف تيكتس مثلا حطيت 2، ايه اللي حصل هنا؟ اداني ان التوتال اماونت ب 34 بي تي سي، لان البرايس لكل التيكت واحده، يعني سعر التيكت الواحده بكام؟ ب 17 ساتوشي. تمام كده. طب بالنسبه انا حطيت 2 هتبقى 34، وهعمل كلمه باي دي بتزود لك فرصه انك تكون واحد من ال10 الفايزين. تمام. وبرضك بننصح بالابتعاد عنها، خلينا بس احنا يا دوبك ناس لسه بادئه في البيتكوين والبي تي سي والعملات دي، فيا دوبك بنحاول نجمع اي ساتوشيات من هنا او من هنا. بعد كده لما الدنيا تفتح معاك او يبقى معاك اعداد كبيره من الساتوشيات، كتير كتير يعني فعلا بالمليون واثنين ثلاثه، ماشي حاول تبقى تعمل الكلام ده. لكن خلينا في البدايه نحافظ شويه ايه على البالانس بتاعنا. ده بالنسبه للريفير. من الريفير هنا تقدر تجيب الرابط بتاعك، ان لو اي حد سجل عن طريق الرابط ده يبقى هو ريفرال تحتك، وتكسب منه 50% كوميشن. يعني ايه 50% كوميشن؟ يعني كل ما لو انت واحد، يعني انا مثلا تحت واحد مسجل عن طريق الرابط بتاعي ده في الموقع، كل ما الراجل ده بيكسب رصيد في الموقع رصيد في الحساب بتاعه، الموقع بيديني 50%. ده بونص ليا، مش بيخصم من رصيده حاجه، لا ده بونص من الموقع بيديهوني انا، بيضاف لرصيدي انا. يعني هو مثلا كسب نفترض يعني 100 ساتوشي، الموقع يديني بونص 50 ساتوشي. كسب 500، الموقع يديني 250. تمام، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. ده بالنسبه الاف اي كيو. ده الكويشن هنا، اي مثلا سؤال انت عايز تعرفه بتضغط عليه بيدي لك الاجابه بتاعته. تمام.
زي ما انتم شايفين عندكم كام سؤال هنا، يعني عدد كبير قوي من الاسئله. تمام. هنا بالنسبه للبروفايل بتاعك ده بيبين لك كل البيانات بتاعتك، تمام، البيتكوين ادرس بتاعتك والايميل، ولو انت عايز تغير الباسورد هنا بتحط الباسورد القديم، وبعد كده هنا بتحط الباسورد الجديد وتعمل عمليه تاكيد له هنا كمان. بعد كده بالنسبه للادفيرتس دي، ايه الادفيرتس ده؟ موقع بيتيح لك انك لو انت عايز تعرض موقع ليك هنا على موقع فري بيتكوين، مثلا انا راجل ليا مدونه او ليا موقع فتح جديد او ليا منتدى فتحه جديد، اي حاجه من دول ممكن ان انا اجي اعمل له اعلان هنا وانزل له بانر، والموقع بيخصم مني نسبه معينه من البالانس بتاعي على حسب الايه الاتفاق اللي الموقع بيحدده. لو انت عايز تعمل بتضغط على كلمه ايه كرييت بانرز، وهنا بتخش بتحط اسم الموقع بتاعك، وهنا بترفع البانر ايمج بتاعتك، بتضغط عليها وبتروح تختار الصوره، تمام. وهنا لو انت ده ديسكريبشن يو ار ال، يعني بتحط هنا ايه الرابط بتاعك. طيب هنا زي ما انتم شايفين كده ده الايه الاد بوزيشن بتاع الموقع، يعني بعرفك ان البانر هيبقى السايز بتاعه كام، وان معدل الضغطات عليها هتبقى كام، والزيارات والكلام ده. هنا بقى النيوز، هنا يعتبر بيديلك اخر الاحداث عن عملة البيتكوين او البورصة والاسعار اللي بيحصل يعني ايه في عمليات الايه البيتكوين. هنا بالنسبة للستيتس هنا بيبين لك الحالة بتاعتك. هنا مثلا زي ما انتم شايفين هنا بيجيب ان الواحد بيتكوين النهاردة في السوق بتساوي كام. هي النهاردة بتساوي 435 دولار. شوفوا واحنا واقفين بقت 437. اليوزرز اللي كسبوا من الموقع اهون زي ما انتم شايفين. عندك كل شيء في الموقع موجود، وبيديلك هنا الايه اعلى ناس كسب، بيديلك هنا الادرس بتاع اخر ناس كسبه من الموقع، تمام. انت هنا ممكن تجيب البيرسونال ستيتس بتاعتك، يعني تجيب الايه البيانات الشخصيه بتاعتك. هنا بيبين لك بيقول لك ان الفري رولز بلايد، يعني عدد الضغطات اللي انت ضغطتها في الموقع طبعا صفر، لان انا لسه ما عدتش الساعه الاولى بتاعتي. هنا اللي بيقول لك الفري رول وينجز، يعني انت كسبت كام رصيدك، طبعا لسه صفر زي ما انتم شايفين. طبعا المالتي بي تي سي اللي احنا شرحناها برضو زيرو، كله زيرو لان انا لسه ما اشتغلتش في الموقع في اي حاجه. وهنا زي ما انتم شايفين بالنسبه للبالانس. وهنا لو انت عايز تعمل لوج اوت من الموقع، بس ما انصحش ان انت تعملها، ان احنا زمان فاهمين ان احنا بنضغط في الموقع كل ساعه. اتمنى بفضل الله ان انا اكون شرحت الموقع بطريقه مفيده ومبسطه وسهله، وان انا اكون لميت كل شيء بالموقع، واي حد عنده استفسار انا جاهز للرد في اي وقت. اتمنى من الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.